أول شيء وقبل كل شيء هو مبروك التأهل إلى دور 16. اليوم كانت مباراة تاريخية من جميع الدراري، من جميع اللاعبين، حتى من وليد الركراكي في التغييرات ديالو، حتى من الجمهور اللي كان في المستوى. الجمهور كان كيضغط وكان كيساند وكان كيصفر على كل كرة عن زامبيا، وكان كيدعم المنتخب في كل كرة عند المنتخب المغربي. تأهل مستحق وفوز مستحق عن جدارة واستحقاق، ماشي أنا واحد المنتخب اللي هو شرس اللي هو قوي، ولكن هاد المباريات هادوما راه كترجع الثقة للمنتخب. اليوم شفنا الدراري داروا كلشي في الماتش، كيفاش كيضغطوا، كيفاش كيسترجعوا الكرة ملي كتضيع منهم الكرة، كيفاش كيردوها بواحد الشكل اللي هو رهيب، بواحد الشكل اللي هو سريع دغيا كيرجعوا الكرة. هذاك هو الضغط والبريسينغ، وعملوا بزاف ديال المحاولات وضيعوا بزاف، ولكن أهم حاجة هو دماركي ثلاثة وما تستقبل حتى واحد ضد واحد المنتخب كما كنقولوا واخا ماشي قوي، ولكن كيبقى منتخب عنيد كمنتخب زامبيا. اليوم الا جينا نشوفوا الدراري وجينا نشوفوا اللاعبين وجينا نشوفوا الجوده، غنجبروا حتى واحد ما مقصر. عز الدين أناحي يعمل الدور ديالو كما ينبغي، الدور ديالو المطلوب كصانع ألعاب. صنع جوج ديال الأهداف، صنع جوج ديال الأهداف بواحد الطريقة اللي مرعبة. أيوب الكعبي قام بالدور ديالو وبأفضل مستوى، الدور كمهاجم رأس حربة فاتك قناص، ماركات ثنائية وكل هدف كينسك في هدف. إبراهيم دياز الزلزولي اليوم، زلزولي بلاصتو تما ما خصوش يتقلع صراحة. العيناوي كذلك، القرع معنا ما نديرو. مزراوي ما شاء الله وتبارك الله عليه، في كل بلاصه يقدر يلعب لك حتى في خط الدفاع كمحور. ولكن بالنسبه لي انا شخصيا، وهذا رايي يقدر يختلف معي بزاف ديال الناس، محمد الشيبي ماشي عادي، متزنس في افريقيا، افضل ظهير ايمن في قاره افريقيا، داخل قاره افريقيا. الاهلي المصري كتحمق تعاقد مع محمد الشيبي. محمد الشيبي لعب في الشوط الاول تقريبا ظهير ايمن، قدم كل شيء، ومن اللحظه اللي دخل فيها حكيمي في دقيقه 64 تقريبا لعب كظهير ايسر وقدم ديك الشيء المطلوب منه. فاش نقولوا اليوم الدراري كانوا في المستوى، كان ماتش اسطوري، ماتش متكامل، ماتش في البريسينغ، ماتش في الضغط، ما كيخليوش زامبيا تتنفس. هذا هو المنتخب اللي بغينا في الادوار اللي ما جا.